لو عايزة اعمل وجبة فراخ مقرمشة مع خضار سوتيه او وجبة صحية، ممكن تكون الاير فراير دي اهم اداة ينفع استخدمها في المطبخ. بس المهم اكون بعرف استخدمها ازاي وايه حاجات ما ينفعش اعملها في الاير فراير. يلا بينا نشوف. اول حاجه هي الاكسسوارز. كل نوع اير فراير ليه اكسسوارز معينه ينفع تكون بستخدمها في الاير فراير، سواء ارفف ستانلس اكون بحطها في الاير فراير او ارفف اكون بحطها كطبقات في الاير فراير. وده بيختلف من نوع للتاني على حسب ايه نوع الاير فراير بتاعتي وايه الاكسسوارز اللي ينفع اكون بستخدمها في الاير فراير. فينفع في الاير فراير اعمل بيتزا وانواع كتيره من المخبوزات، لان الهواء السخن بيديني تخمير اضافي فبيساعد اكتر العجينه تتخمر معايا وهتلاقي النتيجه مرضيه جدا بالنسبه لك. تاني حاجه ان هي لو انا هعمل فيها خضار، مهم جدا في الخضار اكون بقطعه على حجم وسط او كبير، وكمان اكون بحط درجه الحراره بتاعه الاير فراير في الخضار على درجه حراره عاليه. ده بيخلي ان الخضار يبقى كريسبي من بره وزي ما قال مش سنه من بره، وكمان جوسي جدا من جوه. فالتركه دي مهمه جدا، حجم الخضار ودرجه الحراره اللي انا بحط فيها الخضار، لان الخضار لو تقطع صغير هتلاقي النتيجه ان هو طلع مجلد والنتيجه مش مرضيه جدا بالنسبه لك. كمان ينفع استخدم الاير فراير ان انا اسخن اي اكل بايت عندي، او زي الميكرويف بالظبط اكون بسخن الاكل فيه، العيش، اي حاجه فيه موجوده ينفع اسخنها. وصفات كتيره ينفع اكون بستخدمها من غير زيت خالص، بس في حاجات لو انا رشيت لها رشه زيت بتبقى النكهه افضل بكتير. يعني لو عايزه اعمل خضار سوتيه انا بفضل جدا ادي رشه زيت زيتون ومعاها اي بهارات انت حباها، بتبقى ميكس مع الخضار ده بيدي نكهه والطعم والنتيجه بتبقى افضل بكتير. كمان في تركه مهمه جدا هي التقليب. انا بمسك الدرج بالمنظر ده وبكون بقلبه، ده في البطاطس، في الخضار، في اي حاجه ينفع اكون بقلبها لازم جدا، لان انا بعتمد جدا ان في سخانات موجوده من فوق هي اللي بتحمر لي، فانا بدون تقليب هلاقي النتيجه بس اللي من فوق مستوي متحمر ومن تحت لا. كمان ينفع استخدم الاير فراير في التحميص، ينفع اكون بحمص فيها عيش او اي حاجات تانية. هي طبعا مش بتديني نتيجة التوستر، بس الى حد ما ينفع احمص فيها اي مكسرات، وفي ناس بتحمص كمان الشعرية وفي ناس بتحمص توابل. تركة مهمة جدا لو انا اي نوع لحوم في نسبة دهون عالية جدا، وينفع الموديل بتاع الاير فراير اكون بحط فيها مية، يعني زي كده درج اكون بحط جواه مية. المية دي بتجمع لي كل الدهون اللي الزيادة اللي موجودة في اللحوم اللي بطهيها دي وبتنزلها في الدرج. كمان لما بحط ميه مغليه في الدرج ده بيخلي اللحوم عندي متحمره وكمان جوسي وطريه جدا. بخار الميه ده مع الهواء بيخلي لي اللحمه والفراخ طريه جدا من جوه. حاجه مهمه كمان هي العنايه وتنظيف الفراير. تنظيف الفراير من الحاجات اللي كل الناس اللي عندها الفراير بتعول همها، لان بتخاف انها تتجرح. فالتنظيف بتاعها مهم قوي يكون دوري، ما سيبش الحاجه فيها فتره طويله في الاخر هيبقى التنظيف بتاعها صعب جدا. مهم جدا بعد كل مره بستخدمها او على الاقل المرات اللي فيها نسبه دهون عاليه، يعني لو انا هحمص عيش هحمص حاجات كده بسيطه ممكن اكون بستخدمها على طول، لكن لو بستخدم فيها حاجات فيها دهون كتيره مهم جدا اكون بنضفها كل مره. الرشاشات اللي بتبقى منتشره في السوق اللي هي فيها زيت دي كتير غلط على الفراير، انها بتسبب ممكن تخديش وبتاثر على الطبقه العازله. مهم قوي اكون بستخدم، لو هرش زيت هستخدم زيت طبيعي بحطه في ازازه غير الازايز اللي بتبقى موجوده في السوبر ماركت الجاهزه. حاجات نتجنب نعملها في الاير فراير، ان انا اكدس الدرج بالشكل ده املاه لغايه اخره. ده بيمنع ان انا الهواء السخن بيكون بيلف ويدور حوالين الاكل ويديني اكل متساوي بشكل كويس جدا. كمان الاحظ ان الاكل ما يكونش عالي جدا واصل السخانات فوق، ده بيأثر على جودة وان الاكل يكون متساوي بشكل كويس جدا. كمان حته اتجنب اطلع الاكل من الفريزر اكون بحطه على طول في الاير فراير، لا لازم الاكل يكون بيفك كويس جدا وبعد كده احطه في الاير فراير.
لان الاكل لو متجمد وبالذات لو الكثافه بتاعته عاليه، يعني لو هو الكثافه بتاعته عاليه هيكون نتيجه مش مرضيه خالص بالنسبه لك في السوا. لكن لو هو سن حاجه رفيعه ينفع اوكي مفيش مشكله، لكن هو لو كثيف سميك قصدي كثيف كده مش هينفع اكون بحطه من الفريزر على الفراير. حاجه مهمه جدا هي الوقت ودرجه الحراره للاكل نفسه، بيفرق جدا في جوده الاكل. مهم قوي اكون بستخدم البريسيشن اللي موجوده في الاير فراير بتاعتي، اللي هي البرامج الطبخ اللي جايه مع الاير فراير نفسها. اوقات كتيره انواع كتيره في الديجيتال بالذات اكون بس بختار مثلا للخضار للمخبوزات، انا بس بضغط على البرنامج هو اوتوماتيك بيكون بيحط لي التايم بتاع البرنامج الاكل نفسها، وكمان درجه الحراره هو بيكون بيظبطها اوتوماتيك. فلو انا عندي الخاصيات دي او حاجه اللي ديجيتال اكون بستخدمها هتديني جوده افضل في الاكل. هو ان انا اختار البرنامج المناسب للاكل اللي انا حاطاه. مهم جدا ما ارشش الزيت هي جوه الاير فراير، اعمل تك 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 جوه الاير فراير وارش الاكل بالزيت هو جوه الاير فراير. ده اول حاجه بيطلع لي ابخره جامده جدا من الاير فراير. تاني حاجه بيضر ان هي بيخلي تنظيفها اصعب. تركه حلوه لو انا بحب الاكل يبقى مقرمش من بره بالشكل ده، ما تكونش بستخدم العجينه او الفراخ احطها في صوص بقى بالطريقه دي. مهم جدا لو عايزه القرمشه دي اكون بغطي الفراخ او حاجه بطبقه من البقسماط، وبعد ما احطيها بطبقه من البقسماط اكون برش عليها رشه زيت هتديني القرمشه دي. مهم قوي اغسل الاير فراير لو بالذات لو انا بستخدم فيها لحوم او سمك او اي حاجه اكون بغسلها اول باول، لان عدم غسلها ده بيطلع لي روايح مش مستحبه في الاكل انا بكون بستخدمه، هلاقي حاجات ريحه مش حلوه في اكله انا عاملاها، ده بسبب ان هي مش نظيفه كويس انا بستخدمها. عدم استخدام الزيت نهائي، ان انا ما احطش اي زيت خالص على الاكل، ده هيديكي نتيجه مش مرضيه، هيطلع الاكل وبالذات لو اي خضار هو اصلا ما فيهوش زيوت هيطلعه مجلد. افضل حاجه اكون برش، وافضل زيت طبعا اكون بستخدمه لو اكل صحي هو زيت الزيتون، ارشه على الاكل هيديكي نتيجه مرضيه. اخر نصيحه ما تحطوش اي خضار او اي حاجات حجمها صغيره في الاير فراير، عشان لو حاجات حجمها صغيره هتلاقيها بتقع من السله والباسكت بتاع الاير فراير. يا رب تكونوا استفدتوا معايا. لو انت اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تفعلوا زر الجرس على كلمه الاول عشان يوصل لكم اشعار بكل ما هو جديد. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه، ربنا معاكم.